دوري أبطال أوروبا السنة دي مش بس قوي، ده ممكن يكون أغرب نسخة في تاريخ البطولة. يلا بينا. بص يا سيدنا، لو ركزت في الأرقام بس هتفهم إن البطولة دي مختلفة تمام أي موسم فات. خلينا في دور الستاشر لوحده اتسجل 68 جول ومعدل أكتر من 4 تجوال في المباراة الواحدة. ده رقم عالي جدا بالمقارنة بالمواسم السابقة كلها. يعني مفيش فريق بيلعب دفاع وكله بيهاجم ومطير الأجنحة وطاير في الهواء. بس قبل ما نكمل، لو انت بتحب التحليل ما تنساش تتابع قناتنا سيجما سبورت وتعمل اللايك. يلا بينا، خلينا ندخل في الجد. اول رقم مهم جدا، اكتر من 70% من الاهداف في البطولة جاية من اللعب المفتوح. يعني الفرق بطلت تعتمد على الركنيات والضربات الثابتة، كله لعب سريع وهجوم مباشر وتيكي تاكا تمزجك وانت بتتفرج. بايرن ميونخ اقوى هجوم في البطولة، سجل 10 اهداف في دور اقصائي واحد بمعدل تهديفي من الاعلى في البطولة. والمهاجم هاري كين من ساعة ما ساب توتنهام وهو اكتشف نسخة برايم هاري كين. ده يثبت ان بايرن بيعتمد على انهاء الهجمة بسرعة. يجي للفريق الأسرع باريس سان جيرمان، معظم أهدافه جاية من مرتدات، متوسط زمن الهجمة أقل من فرق كتير، وده يدل إن السرعة كبيرة جدا عند فريق باريس سان جيرمان وإنه بيمتلك سرعات كبيرة جدا جدا. باريس سان جيرمان بيمتلك طيارات F-35، عثمان ديمبلي وباراكولا وبقية الفريق مش عارف أعدلها. طب الإبداع والفن والتيكي تاكا يجوا للكتالون اف سي برشلونة. البارسا يا سادة من أعلى الفرق في صناعة الفرص، سجل 7 تجوال في مباراة واحدة بس. ولامين يامال واحد من المواهب منفجرة جدا. فريق بيلعب بثقة ومهارة والدنيا تمام وزي الفل. بس قبل ما نخش على الرقم اللي هيصدمك، ما تنساش تعمل اللايك وتعمل لنا السبسكرايب، وعايزين نوصل 1000 سبسكرايب في أقرب وقت. يلا يا سيدنا اعمل اللايك والسبسكرايب. ونيجي للرقم الصادم، أكتر من 60% من المباريات الإقصائية اتحسمت بفارق هدف واحد بس. وده يعني البطولة كلها تفاصيل صغيرة، الغلطة واحدة بتساوي خروج من البطولة. التحليل الحقيقي لو ربطت كل الأرقام دي ببعض، الفرق بقت بتهاجم اكتر من اي وقت. الفوارق بين الفرق بقت صغيرة جدا، يعني مفيش مباراة تخشها وتقول خلاص ده الفريق ده من قبل الماتش هو كده كده كسبان. مفيش الكلام ده. المباريات بقت بتتحسم بلقطة واحدة. ده معناه ان البطولة بقت غير متوقعة بنسبة 100%. قول لي رأيك في الاخر. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سيجما سبورت اس اس. سلام يا صاحبي.